السلام عليكم. توجيه ليك يا سيادة الريس انت وكل اللي بيشوفوني. دلوقتي جوزي النهارده حصل معاه حاجه في مستشفى المطريه. دلوقتي انا جوزي كفيف اولا وانا كفيفه، واخو جوزي كفيف ومراته كفيفه، احنا 4 مكفوفين. دلوقتي انا عايزه اعرف، جوزي كان في مستشفى المطريه وواجهه من افراد الامن واحد، هو مش افراد امن ولا حاجه، هو نصب عليه قال انا من افراد الامن، مع ان هو الله اعلم هو منين بالظبط. فضل معاه وقال له انا هساعدك ما تقلقش، واداله الامان معنى اصح. خده لغايه ما عمل له كشف طبي وعمل له وخلاص اللي هو خلاص هيختم الكشف الطبي وكل حاجه، وضحك عليه وخد منه، خده في حته كده في مستشفى المطريه. الحته دي اصلا يعني مهجوره او معنى صح هاديه ما فيهاش حد، فخده في الحته دي وخد منه الكشف الطبي وخد منه موبايله وضحك عليه وسابه وسابه ومشي. المهم يعني بعد ده كله، بعد ما سابه ومشي بعت لنا على الواتس يقول لنا ابعتوا لي فلوس، انا لسه الكشف الطبي ما اخدتهوش. واللي اكتر واكتر ان مستشفى المطريه مش راضيين يدينا البطاقه عشان نعمل ايه، نعمل مثلا محضر، نعمل اي حاجه، نتصرف بالبطاقه، نوقف الخطوط، نعمل اي حاجه، لا مش مدينا كمان البطاقه. وكل ما يكلم حد على التليفون اللي هو واخد التليفون ابعتوا لي فلوس، يبعت لهم على الواتس ابعتوا لي فلوس. انا دلوقتي مش مشكلتي في التليفون، انا مشكلتي في اللي حصل. يعني دلوقتي هو يدي الامان لمين يوصله، مثلا لو هو رايح في حته. دلوقتي جوزي بينزل بابنه، يعني انا وجوزي مثلا قاعدين في شقه لوحدنا بينزل بابنه. حمايه ده متوفي، حماتي ست كبيره وعندها السكر وعندها الضغط، يعني لا ينفع مثلا اللي هي تنزل معاه. واخت جوزي يعني مش كبيره صغيره، يعني ما ينفعش تروح معاه هنا ولا هنا. وكمان غير كده وكده خلاص الامتحانات اللي هي دخلت ما ينفعش تتحرك، يعني تسيب مثلا مدرستها وتتحرك معاه هنا او هنا. انا دلوقتي بطلب من حضرتك يا سياده الريس بالله عليك انت وكل اللي يشوفوني، حضرتك تشوف لي صرفه في اللي احنا فيه ده. انا دلوقتي معايا 2، معايا بنت وولد. ولادي دول بعد كده جوزي او انا لو اتحطينا في ازمه ولادي تعبوا هنتصرف ازاي؟ هننزل ازاي؟ هنحس بالامان ازاي؟ لو حد جه يمسك ايدي يركبني عربيه اثق فيه ازاي؟ لو حد جه يمسك ايدي يوصلني في اي مكان اثق فيه ازاي؟ جوزي يثق ازاي؟ اهلي من بعيد، اهلي مش قريبين، اهلي من بعيد، اهلي دول من بني سويف، انا قاعده هنا في القاهره. اهلي دول يقولي ازاي واساسا ان هم يعني اساسا يعني لو انا فكرت ان هم يجوا لي قبل ما هم يفكروا يجوا لي يكون انا يعني خلاص ضعت، لانه سفر وحالتهم على قدهم ما معهمش اللي هم يروحوا ويجوا كل شويه. وحماتي ست كبيره اللي هو مستحيل ان هي تنزل معانا، لان هي ما تقدرش تنزل معانا، كبيره تعبانه. انا دلوقتي بالله عليك انا طالبه منك اي رد على الفيديو ده. انا والله اقسم بالله انا عمري في حياتي لا عملت فيديوهات ولا اعرف اي حاجه عن الفيديوهات، بس انا وجعتنا النهارده كبيره ان احنا نحس بحاجه زي كده كبيره، ان يضحك علينا كبيره، ان يتعمل معانا كده كبيره. يعني انا مش لاقيه، مش حاسه بالامان ولا حاسه باي حاجه حلوه، لا انا ولا جوزي ولا هطمن على اولادي بعد كده لو وديت ولادي دول المدارس اثق ازاي ان انا اجيبهم، او اثق ازاي ان انا مديهم للمدرس، مش مديهم لحد مثلا من بره المدرسه او في مستشفى ويتعمل مع جوزي كده مستشفى ويتعمل معاه كده وتليفونه يعني هو دلوقتي لو اتحرك نزل تحت هيرن عليا ازاي يقول انا في المكان ده؟ لو حصل معاه حاجه موقف زي كده تاني هيترن عليا ازاي تاني ويقول لي؟ بالله عليك يا سياده الريس، بالله عليك الفيديو ده رساله مني ليك ولكل اللي بيشوفوني. ينفع ولا ما ينفعش اللي حصل ده يا جماعه؟ اللي احنا فيه ده كبير وكتير. انا اقسم بالله انا يعني والشرطه ما شاء الله وكل حاجه في البلد جميله، وانت يا ريس والله حضرتك يعني ما شاء الله ما فيش اي اهمال في اي حاجه. بس انا هي دي تكايه صغيره اكيد معديه مثلا امن المستشفى، معديه حد، بس انا مش حابه ان احنا يحصل معانا حاجه تضيعنا. احنا روح برضو يعني روح. انا جوزي لغايه الساعه 4:30 ما جاليش من المستشفى بسبب الواقعه دي. ولو رحنا القسم ما معناش بطايق، واخدين البطاقه، ما فيش اي امان. بالله عليك يا سياده الريس بالله عليك، انا والله العظيم انا مش طالبه منك غير ان حضرتك ترد على الفيديو ده، لان انا اقسم بالله بجد انا خايفه على اولادي فيما بعد، في حضانه، في مدرسه، في شارع، في اي مكان هيبقوا بيشوفوا بس صغيرين.